القليل من الناس يودون زيارة كوريا الجنوبية بسبب الدراما الكورية والكيبوب، ويأكل نودلز وكيمتشي، ونسبة أكبر من أجل التعرف على الحضارة العريقة التي تمتلكها وطبيعتها الخلابة. فلذلك من الطبيعي أن نتعلم بعض الأشياء عن ثقافة وعادات هذا الشعب الذي اجتاح العالم ودخل كل بيت اقتصاديا. الآن كم منكم يشاهد هذا الفيديو على جهاز سامسونج؟ كم منكم لديه جهاز تكييف LG في منزلهم؟ كم منكم يمتلك هو أو أبوه أو أخوه جده خاله أو عمه سيارة كيا أو هونداي؟ كم منكم يشاهد هذا الفيديو على جهاز سامسونج في سيارة هونداي ومشغل تكييف LG؟ دعوني ألقي على مسامعكم معلومات مفيدة قليلا. أحد الأشياء التي يجب عليك قضاء وقت فيها، وهو الشيء الذي يفعله أغلب الناس عند زيارتهم أي مدينة، الأسواق. كوريا الجنوبية تفتخر بامتلاكها إحدى أكبر الأسواق في العالم، وبعضها أكبر حتى من مدن أوروبية. كويكس مول يحتل المرتبة الأولى في كوريا الجنوبية من حيث المساحة التي هي 165 ألف متر مربع. فتح في عام 1979 في العاصمة سول في غانغامغو، هذا حي في كوريا، ويحوي السوق العديد من الماركات العالمية والمحلية بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية كصالات السينما وحوض السمك. بعض الإحصائيات تقول بأن كوريا الجنوبية هي الأولى على العالم من حيث المواصلات العامة، أي القطارات والباصات، فهي سريعة ومريحة وبإمكانها تقريبا إيصالك إلى أي زنقة بتكلفة بسيطة. لكن في بعض الأحيان يضطر المرء ويستقل سيارة أجرة. سيارات الأجرة في كوريا الجنوبية تنقسم إلى قسمين، سوداء وأخرى رمادية فاتحة أو بيضاء. إذا قمت باختيار السيارة السوداء ستحصل على سائق خبير بسيارة فخمة، أما إذا كنت لا تبالي المهم كرسي فوق دوائر تدور، اختر البيضاء وستحصل على سيارة عادية مع سائق بخبرة قليلة ولكنه مؤهل. الكوريون يتفادون استخدام الحبر الأحمر لأن في اعتقادهم اللون الأحمر يعني الموت. إذا كنت تتساءل عن اللون الذي يستخدمه المدرسين في كوريا للتصحيح، فأنا خطر في بالي ذلك كذلك، فبحثت في الإنترنت كثيرا حتى صدع رأسي، ثم وجدت الحل. أخذت بنادولا ونمت لأني لم أجد الإجابة، ولكني وجدت دراسة أظهرت أن الطلبة يعتقدون أو يشعرون بأنه تم تقييمهم بشكل أكثر قسوة عندما يتم تغطية عملهم بالحبر الأحمر بالمقارنة مع الألوان الأكثر حيادية كالأزرق. وبالفعل في 2008 منعت مئات المدارس المعلمين من استخدام القلم الأحمر للتصحيح لأنهم اعتبروه مجابه وتهديدي. أنا شخصيا لست مع أو ضد، ولا يهمني الأمر. أنا الذي يهمني رؤية الدرجة في أول صفحة، أضع الورقة في الشنطة ثم الباب. أغلب البنايات في كوريا الجنوبية ليس بها طابق رابع لأن عندهم الرقم 4 غير محظوظ للغاية أو منحوس جدا. إذا كنت ستأتي إلى كوريا الجنوبية وستظل فترة لا بأس بها، وكنت تعشق الفاكهة مثلي، قم بتجهيز حقيبتين. ضع بالأولى ملابسك وأحذيتك وحفاضاتك وجميع مستلزماتك، والأخرى افرشها فراولة وعنب وبطيخ. قص البطيخ ولا وزن زائد ولم نستفد أي شيء. قل لي لماذا؟ لأن الفاكهة غالية جدا وتعتبر رفاهية وتقدم كهدايا، ويصل سعر البطيخة الواحدة إلى $30. بطيخة كلاسيكية حمراء من الداخل خضراء من الخارج، لا هي باللمس ولا عليها شعار سامسونج. إذا كنت اخترت سيارة الأجرة السوداء قبل قليل فلا تهتم لهذه المعلومة. فلوس يا حبيبي، فلوس. شرب المشروبات الكحولية في الأماكن العامة مسموح كليا في كوريا الجنوبية. ليست الحكمة من هذه المعلومة اشربوا النبيذ فيه الصحة فيه القوة اسألوا العربيد؟ لا بالعكس، كخة أصلا حتى طعمه معفن. أنا لم أحتسيه من قبل لكن قالوا لي. الفكرة من ذكري لهذه المعلومة هي أن تتوقع رؤية في كل مكان وخصوصا أثناء المساء الكثير من مضمضوا أفواههم بالجعة أو مشروبهم المفضل السوجو. غير رائحتهم العبقة لا تخشى شيئا بإذن الله، فهم على الأغلب لن يصيحوا عليك، مع ذلك تحاشاهم. هذه المعلومة تعني الذين سيذهبون لكوريا للبقاء فترة طويلة مثلا للدراسة وسيقيمون مع عائلة. إذا استيقظت في أحد الأيام ولم تجد أحذيتك فاعلم أن العائلة خبأتهم. في أول ليلة من السنة الجديدة الكورية الجميع يخفي أحذيتهم، وذلك عائد إلى اعتقادهم بأن الشبح سوف ينزل ويقوم بتجربة أحذية الجميع. حتى وإن كان ذلك صحيحا لا أدري من المانع، الشبح رائحة قدميه كريهة أم ماذا؟ جرب الشبشب. المهم ضع الفردتين جانب بعضهما البعض.
كونغليش. الكونغليش هي مصطلحات دخيلة على كلتا اللغتين الإنجليزية والكورية، مختلقة بمزج الكلمات الكورية مع كلمات مشتقة من الإنجليزية لا تستخدم وفي بعض الأحيان لا تفهم من قبل الناطقين باللغة الإنجليزية. قد تكون كلمة أو عبارات بعضها يحوي أخطاء نحوية والأخرى ترجمة حرفية، ويعود ذلك إلى قصور في النظام التعليمي الكوري من ناحية تدريس اللغات في المدارس، مما أدى إلى انتشار هذه لا أريد أن أقول لغة، انتشار هذا الشيء بشكل واسع في الإعلانات وعلى الملابس وحتى في أغانيهم. جارتها اليابان ليست أفضل حالا منها، فهم أيضا لديهم الإنجليش. I cannot speak English.